تتصاعد في الأيام الأخيرة أصوات من داخل المغرب تحاول توجيه سهامها نحو الجزائر، في مسعى لإيهام الرأي العام بأن احتجاجات ما يعرف بجيل زد يمكن أن تمتد من الشارع المغربي إلى الداخل الجزائري. لكن الرد الرسمي لم يتأخر، فقد أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الدعوات التي تروج لها بعض الصفحات المشبوهة تحت مسميات مثل جين زد 213 وبتضخيم من وسائل إعلام مغربية ليست سوى جزء من حملة سياسية منظمة تهدف إلى تصدير أزمات المغرب الداخلية نحو الجزائر وإيهام الناس بأن هناك حركة احتجاجية عفوية. الوكالة شددت على أن هذا السيناريو لا أساس له من الصحة، وأن ما يختبئ وراء الشعارات والوسوم هو محاولة التفكيك وتشويش وليس مطالب اجتماعية صادقة. الرد الجزائري جاء واضحاً: اليقظة الوطنية، تعزيز الوحدة الداخلية وتطوير النموذج الاجتماعي بشكل مستمر هي الطريق لحماية الاستقرار وضمان الصمود أمام كل محاولات التأثير الخارجي. وفي المقابل يعيش المغرب أزمات خانقة على كل المستويات: مظاهرات أسبوعية في الشوارع، غضب متصاعد بسبب الفقر وتردي الخدمات الأساسية، وأزمات اقتصادية وصحية وتعليمية تزداد تعقيداً. ومعها يتعمق الشرخ داخل المجتمع المغربي برفض الشارع لاتفاقيات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي واحتجاجه على المجازر المتواصلة في غزة. وكالة الأنباء الجزائرية كشفت أن بعض الأبواق الإعلامية في المغرب تسعى لتشويه الواقع عبر تضخيم دعوات غير موجودة في الجزائر وتحويل الأنظار من المشاكل الداخلية المغربية إلى قضية إقليمية وهمية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أوضحت الوكالة أن هناك محاولة لاختراق الهوية الثقافية للشباب المغاربي من خلال إدخال مواضيع ورموز دخيلة مثل استخدام إنمي ياباني كشعار لحركة جين زد، في محاولة لجذب الشباب بعيداً عن قضاياه الحقيقية وتشويش مرجعياته التاريخية والثقافية. وصف المصدر هذا المسعى بأنه استعمار ذهني صامت هدفه إضعاف الرابط الروحي والوطني بين الشباب وجذوره. وفي قراءتها للمشهد الإقليمي أكدت الوكالة أن المخزن يسعى عبر تحركات يائسة إلى زعزعة استقرار الجزائر وتونس معاً تعويضاً عن هشاشة الداخل المغربي، لكن هذه المؤامرات حسب قولها ستفشل أمام وعي الشعوب وصلابة الجبهة الداخلية الجزائرية. وهنا تبرز المفارقة الكبرى، فالجزائر بعكس المغرب تعتمد نموذج الدولة الاجتماعية، حيث تقدم دعماً شاملاً للأسر، تعليماً مجانياً، رعاية صحية في متناول الجميع، وسكناً اجتماعياً يضمن الكرامة للفئات الهشة. الإنجازات الميدانية تؤكد ذلك: أكثر من 12 مليون تلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة هذا العام، استفادوا من الإطعام المدرسي المجاني ومن الكتب الموزعة دون مقابل، إلى جانب برامج واسعة لدعم الابتكار وتطوير القطاع الصحي وتوسيع مشاريع السكن. هذه السياسات جعلت من العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية للاستقرار الوطني. واختتمت الوكالة بالقول إن الدولة الاجتماعية في الجزائر ليست مجرد شعار أو واجهة سياسية، بل حصن حقيقي ضد الفقر والتهميش وضمان لتماسك الأمة. فالجزائر ليست المغرب، بل هي دولة تمتلك من الموارد السياسية والاجتماعية والتاريخية ما يحصن وحدتها الوطنية ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.